السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله فيديو اليوم عبارة عن بيتزا بعجين ال10 دقائق ناجح واقتصادي. اذا على بركة الله، في واحد الاناء درت هنايا 5 الكؤوس ديال الدقيق الابيض وكاس ديال الدقيق اصفر، دقيق الفينو. غنضيف عليهم ملعقة كبيرة ديال الخمارة فورية، وملعقة كبيرة ديال السريدة. غنضيف 2 معالق ديال الزيت، زيت المائدة، وغنجمع العجين بكأس ونصف ديال الماء عادي، ماشي ماء دافي. غنجمع العجين ونرجع معكم. كما تشوفوا تجي على هذا الشكل، يعني مرخوفه. غنغطيها بواحد البلاستيكه، نخليها لمده 10 دقائق حتى يتضاعف الحجم ديالها ونرجع معكم. فهاد الاعتناء كما تشوفوا دازت 10 دقائق على العجين. غنحيد منها الهواء اللي فيها بهذه الطريقه، ونقسم العجين على 2 ديال الكريات. الكره الاولانيه بسطتها رققتها ما امكن، ودهنتها بالصلصه ديال الطماطم اللي جاهزه، ماشي وجدتها في الدار، يعني صلصه جاهزه. وضفت عليها شويه ديال الفرماج وشويه ديال الثوم. ما بغيتش نستعمل الفلافل الالوان والبصله، فضلت نخليها غير بالفرماج والثوم تتجي مختلفه. صافي، غنضيف هنايا الفرماج اللي مخلط ما بين الفرماج الاحمر والفرماج ديال موتزاريلا، وغندخلها الفرن اللي مسخناه من قبل على درجه حراره 180 درجه مده 6 دقائق حتى 10 دقائق في الفرن كهربائي. هذا هو الطياب ديال البيتزا باش تجيكم محمره مزيانه والفرماج ديالها دايب. والسر هو انه الفران يكون سخون من قبل، ماشي حتى لاخر لحظه. هنا ضفت عليها شويه ديال الزعتر باش نسموها. من بعد ما طابت جات على هذا الشكل، متى تشوفوا العجين رقيق. وصفة اليوم عبارة عن هذا الشكل. نتمنى تنال اعجابكم، ومتنسونيش من لايك وتشجيعاتكم. الى الفيديو القادم باذن الله.